السلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناه خديجه نيرمين فاميلي مع فيديو جديد. اليوم فقت مع 7 ديال الصباح قلت اجي نوجد الحريره. معي في الدار يلقاوها واجده هي والقريشلات اولا القرص، كل واحد شنو كيقول ليهم. قلت مع راسي نشاركها معاكم، واخا كنصور بلا رينغ لايت. مع هذا البرد كلنا كنبغيو الحريره، قريشلات سخانين. هانتوما شوفوا الحريره كيفاش دايره، مكوناتها مضبوطه. واخا تكوني اول مره تدخلي الكوزينه تبعي هاد الطريقه ديالي غتجيك واعره بزاف. ما يمكنش الحريره ديالي كيفاش كتجي بنينه. وهنا درت هاد القريشلات كيجيو فنين، وريحه النافع والزنجلان عاطيه منهم، بالاخص ريحه النافع. كندير واحد السر غادي تشوفوه معايا في هاد الفيديو باش كيجيو بنانين وريحتهم فنه. اول حاجه غنبدا بها هي الزيت العاديه ماشي البلديه. هنا غندير اللحم والعظومه غير شويه، خليه يتشحر بلا ملح بلا حتى شي حاجه، حيت مازال غندير العطريه ديال الحريره. دابا غير يتشحر باش اللحم يطلق البنه ديالو في الزيت. سلقت المطيشه وغادي نطحنها مع حبه ديال البصله. ضروري المطيشه تسلقوها، ملي كتسلق كتعطي واحد اللذه في الحريره ما يمكنش، ماشي بحال ملي كنديروها خضره. مهم ضروري تسلقوها. هنايا ضفت هذيك الحبه ديال البصله، طحنت كلشي. انا كنفضل نطحن البصله حتى هي، ما كنبغيش نقطعها باش ما يبقاوش ديك الطروفه ديالها باينين في الحريره. صافي، وغادي نضيف على اللحم هاد المكونات هادو. مطيشه اللي طحنت كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للعطريه عندي البزار والخرقوم بلدي والسكنجبير والملحه. حتى غادي ندورها عاد غادي نعاود نضيف نفس العطريه. غادي تشوفوا معايا في الفيديو. هنايا زدت العدس والحمص، الربيع، قزبر ومعدنوس. غندير غير النص وغادي نخلي النص حتى ندور به الحريره. وهنا غندير الكرافس كله، وغادي ندير السمن حتى هو، والعطريه كيف ما كتشوفوا. ما درتش التحميره، دابا كندير شويه في الاخر. وهنا زدت شويه الزيت، حيت في الاول شحرت اللحم غير بواحد شويه ديال الزيت باش تطلق ليا داك اللذه ديالو. صافي غادي نحرك كلشي بحال ما هكا، وغادي ندير ليه المطيب. صافي نسد على الكوكوط، نعمر الكوكوط مزيان. انا راه درت المقادير باش غادي نقلبها في البرمه. راه الكوكوط كبيره، ولكن انا بغيت ندير البرمه الكبيره كاع. صافي وغادي نسد عليه، وغادي ندوز هنايا نوجد القريشلات. ولكن ما غاديش نقاطع عليكم الفيديو، غنخلي لكم القريشلات حتى نمونطيه كامل في الاخر. وهنا غادي ندور الحريره باش ما نتلفكمش. هنا بعد ما الحريره طاب ليا الحمص، العدس، كلشي شي الطياب ديالو، غادي نقلبها في هذه البرمه. هنايا سلقت هاد البيضات هادو، لقيتهم كاينين قلت نسلقهم، راه الحوانت يمكن باقيين سادين. صافي قلبت الكوكوط في البرمه ورجعتها للبوطه. درت ليها العطريه. ها نتوما شوفوا شنو كنزيد. نفس العطريه اللي درت في الاول، الملح وسكنجبير، خرقوم، بزار وتحميره، شويه تحميره. صافي غادي نسد عليها حتى تبدا تغلي. ما نديرش الدقيق وندير مطيشه الحك وهي باقا ما كتغليش، حتى تغلي مزيان. صافي هنايا انا مطيشه الحك كانت عندي جامده، درت ليها شويه الماء سخون. هنايا الدقيق درتو بالماء بارد، عندكم راه كيكور ملي كديروه بالماء سخون. حركوه بالماء بارد مزيان. صافي بالنسبه انا ديجا درت السمن في الاول، غادي نعاود ندير حد زدت الماء زايد وداكشي. غنضيف كنوره، قلت لكم ديروا كنوره ديال السمن اللي ما عندهاش اللحم، وكنوره ديال البقري ديزولي والسمن. صافي وهنايا كنزيد الربيع كنزيدو على 2 المرات. درتو دابا ملي كتغلي. وغادي نضيف كذلك الشعريه. هانتوما الشعريه هي اللي كنعرفوا بها العبار في الاخر. ملي كنبغيو ندوروا الحريره كنديروا الشعريه، كتبقاي تدوري حتى كتبان لك الشعريه راها طابت. صافي هنايا درت، غادي نبدا نحرك. هانتوما شوفوا الحريره كتبان من الشوفه، من اللون ديالها، من القوام ديالها، راه باينه حريره واش بنينه ولا لا. هانتوما شوفوا غير من الشكل ديالها وحكموا. ابار المذاق ما غاديش تذوقوها، ولكن شوفوا غير من الشكل ديالها غادي نتحكموا عليها واش حريره ديال بصح ولا لا. صراحه الحريره كتجي بنينه بزاف. الحاجه الوحيده اللي ما يعني ما يمكنش تزيكزاكي ليا، يعني نقادها هي الحريره.
وبهاد المكونات هادو اللي عطيتكم راه ما يمكنش واخا تكوني ما عمرك دخلتي للكوزينه راه غتجيك الحريره بنينه. غير المقادير غير العطريه كتلعبي بها على العبار ديالك نتيا. كاين اللي ما كيبغيش البزار بزاف، كاين اللي كيبغي يكون كثير فيها البزار، السمن كاين اللي كيبغي في هذيك النسمه الحاره ديال السمن، على حسب. هادو هما المكونات ديالها كاملين اللي عطيتكم والطريقه كيفاش تخدموها، وانتم لعبوا بالعطريه. انا بغيت البزار زيد، بغيتها حاره نزيد بحال ما هكا، بغيتها منسمه ليا باللحم نزيد فيها كنور في الاخر، ولا نقوي اللحم، ولا ندير فيها شويه الشحمه. كيبقى لكم الاختيار كامل في الحريره. حتى وحده ما تبقى تقول لي لا ما درتيش هذه، لا انا كنحط شي فيديو كيبقاو عليا لا ما درتيش هذه. كلنا عارفين شنو كاين، حنا كنبغيو الذوق ديالنا. انا كنعطيكم طريقه في الاول وانتم لعبوا بالاذواق ديالكم. يعني العطريه كتبقى نتوما تشوفوا شحال قدكم، شحال خاصكم تنقصوا، شحال خاصكم تزيدوا، ولكن الطريقه باش تستقليكم الحريره تبعوا هاد المراحل. كملنا دابا من الحريره، ها نتوما شوفوا تا كنطفي عليها عاوتاني وكنحيدها من فوق البوطه وكندير داك الربيع كيبقى خضر تا هو كيجي كيعطي واحد اللذه زوينه. ها نتوما شوفوا معايا الحريره كيفاش دايره. الله يعطيني الصحه وخلاص. ها نتوما من الشوفه ديالها باينه بنينه، ومع هاد البرد هذا وهاد الجو هذا الصراحه راه غير ديال الحريره، العدس، اللوبيا. مهم دابا غادي ندوز لكم الفيديو ديال القريشلات. انا راه لعبت بهم بجوجهم في نفس الوقت، غير في المونتاج ما بغيتش نتلفكم ندخل لكم هكا القريشلات وهنايا الحريره. كملت لكم الفيديو ديال الحريره كامل، وغندوزو دابا للقريشلات او القرص، كل واحد شنو كيقول لهم. النافع شوفوا الطريقه باش كيجيو القريشلات بنين ولذاذ وريحتهم كتجي عاطيه من الدرب. كنحمروا هكا في شي مقله هكا باش كيعطي ديك الريحه ديالو. وهنا غادي ناخذ نص لتر ديال الحليب كيف ما كتشوفوا. غنضيف عليه كاس ديال الماء، كاس قله ربع ديال الزيت، قبيصه ديال الملح، صافي. وغادي نضيف هنايا غادي نحرك شويه، وغادي نضيف 2 كيسان ديال الفينو او قمح سبيسيال. مهم 2 كيسان صافي. وهنايا غادي ندير خميره ديال الخبز و2 خميره ديال الحلويات، وغادي ندير ساشي ديال الفاني، سكر فاني. ممكن تعاودوا بقشور الحامض. وهنا الزنجلان محمر، النافع محمر، راك شفتوا الطريقه اللي درت ليه. ملي كنحمروا الزنجلان والنافع كيعطيونا واحد النسمه، بالاخص النافع عرفتي راه انا كنحمر فيه، ومع الصباح والجوع والبرد كيعطي واحد الريحه فنه. مهم درت هنايا الدقيق، خاص يكون جاري. هنايا كاس ديال السكر ما درتوش لكم في الاول، خاص يكون جاري. وهاد الزبده كنديروها في الاخر مع الدقيق باش كترطب لينا داك العجينه. تجمعيها بيديك اولا العجانه، لكن الاختيار انا درتها في العجانه، ما فيا اللي يبقى يجمع فيها. راه دغيا كتجمع، غير كتجمعها هكا وكتخليها جاريه، ما ديريهاش بحال الخبزه تجي مدقصه، خاصها تبقى جاريه. ومن الافضل تبات ليله كامله فحال ما هكا ساده عليها، ولا النهار كامل تخمر على خاطرها. انا راكم عارفين موجداها للفطور وخليتها تقريبا اكثر من نص ساعه، راه خليتها اكثر من نص ساعه. شوفوا العجينه كيفاش انا كنخليها فازقه بحال ما هكا مجاريه، ما كنديرهاش كاع مجموعه. عرفتي كيجيو مفشفشين ولا باتوا ليله كامله. بيتوا هاد القريشلات ليله كامله وردوا عليا، راه ما يمكنش. انا راه ما بيتهمش وجاو هشاش وفنين. هنا دهنتهم ببيضه ونسكافي راكم شفتوا معايا. وهنا غادي ندير عليهم الزنجلان من الفوق. الزنجلان هذا ما محمرش، يلا يتحمر في الفران. وقويت نسكافي ريحتها عاطيه ما يمكنش. ديروا فيها حتى نقيطه ديال الخل الا بغيتو صافي. وغادي نكمل على هذا الشكل هذا. عرفتوا البنات راه هاد القريشلات المقادير ديالهم راه ما كايناش، دخلوا قلبوا اليوتيوب كامل ما غاديش تلقاو هاد الطريقه، هاد المقادير. كاين اللي كيديرهم بالماء كل هو طريقته، ولكن هاد الطريقه ديالي انا راه كيجيو ناجحين 100% كيجيو فشفشين وهشاش، بالاخص الا بيتيهم ليله كامله
ولا خليتيهم النهار كامل ولا غير اكثر من 4 سوايع. انا تقريبا راه ساعه ما كاملاش ومع ذلك جاوني مفشفشين. اللاطه الاولى اللي درت في الفران شفتوها، جات اللاطه الثانيه حيت الفران شد السخونيه مزيان. شو اللاطه الثانيه جات مفشفشه على اللاطه الاولى كيف ما كتشوفوا، حيت الفران سخن مزيان على خاطرو. والبنات هانتوما وشاطوا لي، راه العجينه اللي درت لي 4 ديال لاطات ماشي غير 2. حيت هادو فطرت وساليت الفطور، عاد كملت هادوك درت كويرات صغيورين وشوفوا كيفاش تنفخوا ليا. تشوفوا في الاخر هادو اللاطات الاولين. البنات القريشلات خليوهم اكثر من 4 سوايع، ومن الافضل ديريهم بالليل بحال ما هكا وفي الصباح تخبزيهم. ما نعاودش ليك. المهم هاد المكونات اللي عطيتكم ديال القريشلات والطريقه اللي درت كيفاش تخلي العجينه ديالهم هكا جاريه كيف ما درت لها انا، راه غيصدقوا لك 100%. ونتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو هذا. مش بخلوش عليا باللايكات وبارطاجيو الفيديو، راه غنبقى نحط لكم ديما الجديد ان شاء الله. غير زعموني، راه لا شفت الفيديوهات طالعين ولقيت لي لايكات ولقيت الكومونتيرات ايجابيين راه ما غاديش تعكز. المهم هانتوما شوفوا معايا كيفاش كيجيو. هانتوما شوفوا، حيت درت فيهم حتى الفينو. راه اللي كيتباعوا على برا ما كيكونوش هكا، راه غير الدقيق غير الفورص ومدقسين. هانتوما شوفوا من الداخل كيفاش دايرين، شوف مفشفشين ورطبين منفوخين عادي. لا كملتوا ليله كامله. هانتوما دوك اللي درت هادو درتهم حتى فطرت وساليت. العجينه اللي بقات لي درتها كويرات صغار، شوفوا كيتنفخوا هنايا. وعاد الا خليتوهم ليله كامله البنات راه ما نقولش لكم ما يحشموكمش هاد القريشلات هادو وما تضيعوش فيهم. كيف ما درتيهم كيجيو فنين، غير خليهم يرتاحوا وديما العجينه تكون جاريه. هنا سالينا الحريره والقريشلات. بغيت نشارك معكم هاد لو جيل نيطوايون. نتوما عارفين اني كنغسل بلا غوش بوزي، غسلت بهاد لو جيل نيطوايون هذا البنات. راه ما يمكنش اللي عندهم لابو سونسيبل اللي بشرتهم حساسه، ما يمكنش. هذا راه واحد الترطيب، عرفت شو غسلت به وجهي ولا رطب بحال البيبي. كي رطب الوجه لواحد الدرجه ما يمكنش. هذا ديال اختي وغسلت به اليوم، عرفت شو راه غادي نبدل لا غوش بوزي حتى انا غادي نولي نغسل به هذا، حيت خلى لي وجهي رطب لواحد الدرجه ما يمكنش. وقلت ضروري غادي نشاركو معاكم. صافي حتى انا من اليوم غادي نبقى نغسل به غير هو، ما غاديش نبدلو. وافقني بزاف لوجهي وهو كيليق البشره الحساسه بزاف. انا البنات كيسولوني الاغلبيه غير 3 البنات مؤخرا عطيتهم لا غوش بوزي غسلوا به، حتى انا سنين وانا كنغسل به، ولكن هذا شي حاجه طوب. صافي غنغسل سنيناتي ونقول لكم باي باي.